فطيرة السبانخ بالدجاج من الوصفات الفاخرة. راح أكتب لكم كل المقادير تحت الفيديو. شوفوا الطريقة: زيت نباتي وعليه بصل وثوم، وبعد ما يتغير لونه نهائي راح نضيف السبانخ المثلجة. أنا أحب أستخدم هذا النوع لأنه يكون معصور ومع ذلك يطلع منه ماء. نحركه مع البصل ونضيف الملح، الفلفل الأسود، نستمر بالتحريك لغاية ما ينشف الماء نهائي. بعدها راح أضيف صدور دياي اللي أنا سالقتها مع البهارات الصحيحة. بعدها راح أضيف سور كريم وجبن فيلادلفيا وجبن قلاص، 3 أنواع جبن. نحركهم مع بعض. يلا نسوي عجينة الفطيرة. البيف باستري باكيت راح أقسمه ثلث وثلثين، الثلثين للقاعدة وراح أرقها بشكل دائري، واستخدم الطحين عشان أرقها عدل. ماعون البايركس ندهنه بالزبدة أو نبخه بخاخ الزبدة ونبطنه بالعجينة. بعدها نحط الخلطة، عجيبة، لو تذوقوا منها شوي راح تعجبكم. نساوي الأطراف العجينة على الماعون الباي ونسوي حركة كذي، هذه اللي شو يسمونها، تزمزم، ما أدري شو يسمونها. يبقى الجزء الأصغر اللي هو الثلث راح نرقه بشكل مستطيل ونسوي منه شرايط باستخدام هالآلة بسمك 1 سنتي بس. والحين نبتدي الشغل الصح. شوفوا الطريقة شلون سويت شرايط متداخلة على الفطيرة. ترى الموضوع سهل ولا يبي له شيء. بعدها راح أجيب بيضة وأدهن كل وجه الفطيرة. نسخن الفرن على درجة حرارة عالية، بعدها ننزلها درجة 160، نخبزها لمدة 30 إلى 40 دقيقة لين يصير لونها ذهبي. شوفوا الخلطة ما شاء الله شلون متماسكة، عجيبة الوصفة لطوفكم.